يا عزة النفس كوني في العلا قمرا، فالعيش من دونك مثل الغصن إن مال. ما قيمة المرء إن ضاعت كرامته، فضل الكرامة يعلو الجاه والمال. كذلك قال الله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم. هنالك موضوع جدا مهم، أشاهد بعض الأحيان أصدقاء أو شباب أو زملاء يتنابزون بالشتيمة والمسبة وتناول الأعراض، وحقيقة هذا التصرف لا يمت إلى الرجولة بأي صلة كانت، ولا يمكن وضعه في خانة المزاح، وإنما يوضع في خانة انتهاك حرمة العرض المقدسة عندنا كعرب كمسلمين، ويوضع في خانة إسقاط كرامة الإنسان وهدرها، ويوضع في خانة سلب الشهامة والرجولة وقطرة الغيرة من جبين الإنسان. لذلك هذا السلوك يجب أن يغادره الكثير من أخوتي وأصدقائي الشباب، خصوصا أنني أسمع كثيرا هذه اللغة يتم التداول بها ما بين الشباب. فأوهب بكم أخوتي أننا بلد عربي إسلامي، صاحب غيرة، صاحب مروءة، صاحب حمية على العرض وعلى الدين، وخصوصا أن العرض يعتبر في خانة أقدس المقدسات ومن الحرمات التي لا يمكن المساس بها نهائيا. فمهما بلغت حجم الصداقة والأخوة والميانة ما بينكم، اجعلوا الأعراض خارج قوس واعملوا ما تشاءون في باقي الأمور. أسأل الله أن يحفظكم وأن يرعاكم، وأنتم جيل المستقبل إن شاء الله، الذي نعول عليه في نشر الفكر الحميد والرسالة الحسنة لدى المجتمع.